تحياتي. النهارده هنعمل الفينو المسلوق، هجربه معاكم وهقول لكم الفرق بينه وبين المخبوز عادي. اول حاجه 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه ملح، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من السكر، كله على بعض في شويه ميه دافيه. لما تختمروا اضيفهم للعجينه بتاعتي، وبعدين هحط تلت كوبايه من الزيت، تلت. وبعدين هنزل بلبن رايب، او حطي انتي لو ممكن ميه او حطي لبن عادي، المهم يكون دافي. اخدت مني كوبايه من اللبن رايب، ممكن تاخد منك اكتر او اقل، فحطي بالتدريج لغايه لما العجينه تلم معاكي. بعد كده هنعجن فيها كويس قوي وهنسيبها تختمر. هقول لكم بقى الفرق بين العجينه دي والمخبوزه على طول. دي حسيت انها فيها اللبابه بتاعتها تقيله كده شويه، وزي فيها خير كده كتير وبتلكم وهي طريه. بس التانية اللي في الخبز على طول، المخبوز في الفرن على طول، ده هش اكتر من دي، فالاتنين حلوين. وبعد كده بعد ما ارتاحت هبتدي اكورها واعملها شكل العيش الكايزر. هلفها كده وادورها، هعمل تجويف من النص والمها كده، وهدورها التدويره بتاعه العيش الكايزر، وهحطهم كلهم على جنب تاني، وهسيبهم يختمروا تاني قبل ما اسلقهم. هيجي بعد ما يختمروا هجيب ميه بتغلي، وهنزل فيهم العيش بتاعي ده لمده دقيقه واحده بس مش اكتر، واطلعهم على صاج مدهون زيت او سمن. وهبتدي اكون في الوقت ده مسخنه الفرن كويس قوي على درجه 200 رف اوسط، وهدهنها بالنسكافيه والبيض على الوش عشان تديني لون ذهبي. وهحط كمان لو تحبي سمسم او حبه البركه. هسيبها 10 دقايق كده في الفرن، هتلاقيها استوت، وبعد كده ممكن اعرضها للشوايه عشان تاخد وش. بس كده هي جميله وحلوه، وانتوا اختاروا ما بين الطريقتين، واتمنى ان الوصفه تعجبكم.